صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. بشكركم جدا جدا على مشاهدتكم الفيديو كتير. بقول لكم انتوا على راسي من فوق لمتابعيني ومشاهديني. النهارده بقى عندنا اكله جوز اللي مختارها، المفروض مين اللي ينظفها؟ هو اللي ينظفها، لان هو اللي جايبها، صح ولا لا؟ فاحنا هنشترك فيها احنا الاثنين وهننضفوه. ايه رايكم بقى في الحركه دي؟ عشان اللي يجيب اكل هو اللي ايه ملتزم بيه. تعالوا بصوا النهارده معايا ايه. بسم الله ما شاء الله، زي ما انتم شايفين كده. بصوا السمكه، بسم الله ما شاء الله، سمك حلو وجميل وزي الفل. بصوا امسكوها كده اهوت. ده ايه رايكم في السمك الحلو ده؟ مين بقى اللي هينضفه؟ المفروض هو اللي ينضف، عشان واحد اعصابه خلاص ما بقتش قادره من المقص. ومعانا برده سمك كده هنعملوه صينيه. اهو برده سمك اهوت حي وجميل وزي الفل. ده كده هنعمله ايه صينيه حلوه كده بدمعه، صينيه ايه. بصوا ايه رايكم؟ سمك كده ايه كان حي وزي الفل زي ما انتم شايفين. اقفلوا بقى كده اهو عشان ننضفه سوا ايه مع بعض. اهو بسم الله ما شاء الله زي الفل اهوت وزي العسل زي ما انتم شايفين، حي خالص كله اهوت. ماشي، هننضفه انا بقى واحده واحده. وطبعا الكلام بيتسحب بقى، نعمله ايه؟ هسيبه بقى كده اهوت واشوف هو اللي هو هيوافق بقى ان هو ينضفهم لان هم يغسلوا ولا لا. بس احنا طبعا مش هيهون علينا، فاحنا هنضطر ان احنا ننضفه وهنغسله وهنعمله اللي هو عايزه بقى النهارده. اهو زي ما انتم شايفين كده اهوت، هو كان حلو زي الفل وكان طازه اهوت. وطبعا التاني اللي هو عايز يتعمل صينيه ده هنعمله بقى ايه صينيه. بصوا حبايبي كده احنا نضفنا اللي هو الكبير اهوت وفتحته. هو بقى ايه اهو انتوا واقفين هو واقف بيغسله، هيشيل الصفا ده وينضفوا بقى ايه من قلب. وانا برضو ايه هنضف بقى ايه الباقي عشان نسعفه نفسنا بقى كده احنا الاتنين مع بعض، طالما هو ايه قاعد من الشغل ما راحش الشغل. اهو زي ما انتوا شايفين اهو. طبعا بنشيله بقى احنا الزعانف اللي فيه دهيت كلها كده وبنفتحه طبعا زي ما انتوا عارفين. بصوا هو حي كان كلته ازاي، بنفتحه بقى كده اهوت من قلب. وفي الاخر بقى هو هيغسل لنا ايه السمك اهو زي ما انتوا شايفين. بصوا حي خالص ازاي. هنقفله بقى الفيديو لا يدخل جوه الفيديو. حبايبي نضف لي السمك كله، بس هو نسى ايه حاجه، نسى ان احنا اصلا بنطلع النخشوش من السمك. هو نضف بسم الله ما شاء الله وحكه كله زي الفل، بس نسى يطلع ايه اللي هو ايه النخشوش من السمك. طبعا هكمل انا بقى عليه تنظيف واطلع بقى ده هو زي ما انتم شايفين كده اهوت. شوف كده اهوت بايديا اهو كلته كده اهوت. وهكمل بقى عليه تنظيف وكتر خيره قوي اللي هو ايه نضفه برده نص تنظيفه كده وشال السفه اللي فيه. وانا بقى ايه هطلع بقى النخشوش طبعا ونضفه بقى كده حلو. حتى الصغير اهوت كنت انا اللي شايله اهو، لما جيت عملت السفه عملت شلت النخشوش، لكن هو ما يعرفش ان ايه النخشوش هنا بيتشال كده اهوت. هنطلع بقى دهوت كده وانضفه حلو واحط عليه بقى ملح والليمون كده اهوت واظبطه ونشوفه بقى ايه نحضره ايه لنا ايه الغدا. زي ما انتم شايفين نضفته بقى كده اهو، قطعته من هنا عشان خاطر ايه يشرب من الملح اهوت كده زي ما انتم شايفين اهو كله كده ايه، عشان هو كبير بدل ما اقطعه اتنين رحت ايه قطعه كده ايه من كده. وده برضو اهوت نضفته زي ما انتم شايفين اهوت كده اهوت. وهنعصر برضو ايه عليهم بقى ايه ليمون وملح كده عشان يشرب ايه من الملح والليمون كده اهو زي ما انتم شايفين كده. نعصر عليه ايه شويه ليمون حلوين كده قبل ما نيجوا نتغدوا بقى واجي اعمله يكون شرب من الملح والليمون بتاعه، عشان احنا طبعا بنحب صراحه السمك المقلي
بس ده هنعمله برضو ايه بدمعة، بنحبه كده وبنحبه كده. طماطم والخضرة هنعمل ايه شوية بقى دمعة للسمك المقلي في منتهى الجمال. سمك الصيادية، ساعات سمك الصيادية بيتعمل ما يتقلاش وبيتحط كده ني، لكن انا هقليه لان احنا بنحبه طبعا مقلي. شوفوا طبعا معانا هنعمل ايه دمعة حلوة جميلة قوي للسمك المقلي. طبعا بصوا الخضرة كلها اصفر. يلا جايبين برضو ايه جرجير معانا، وجبت الطماطم عشان خاطر الدمعة وعشان خاطر السلطة. نعمله ايه، وهنعمل شوية رز برضو ايه. شوف لسه انا باخد الزبالة احطها في البلاستيك. هنعمل برضو شوية رز ايه احمر. رز بقى يعتبر رز صيادية بقى كده، عسل بقى كده اسكندراني بقى ايه مية مية. خلصوا بقى كده دولت وارجع لكم تاني. نعمل بقى ايه البصل مرة واحدة. هنا هنعمل عشان خاطر السمك صينية السمك، وهنا هنعمل عشان خاطر الرز الصيادية بقى بتاعنا الحلو ده. هنعمل ايه مرة واحدة زي ما انتوا شايفين كده اهو. هنحمرهم مع بعض في وقت واحد، وممكن احمر البصل واسيب اللي هو بتاع الرز احمره واسيبه دلوقتي، وقت ما نيجي نعمل الرز وقت الغدا كده يكون سخن هروح ايه عاملاه. بس اهم حاجه ان انا احمره واسيبه مركون. وده طبعا بتاع صينيه السمك الحلوه بتاعتنا الصياديه. زي ما بقول لكم كده، في بيحطوا السمك ني وفي بيحطوا السمك مقلي. احنا بقى بنحط السمك ايه مقلي. هنحمرهم بقى كده واقول لكم بعد كده هنعمل ايه. البصل ديت بتاعه السمك، وديت هتبقى بتاعه الرز، وهنسيبها شويه عشان لسه بدري عليها حبه. هنا هنحط بقى ايه على طول الطماطم عشان تتسبك. احنا مخلطينها مش ضربينها في الخلاط. ماشي بقى شويه كمون وثوم وملح هدينا. احنا مش هنحرقها عشان في اطفال هياكلوا منها. لما بحرقها بقول لكم انا عاملاها حراق، لكن النهارده في اطفال برضه بيحبوا السمك هياكلوا، وما رضيتش ان انا احرقها. وديت لسه شويه عليها كده اهو عشان يبقى ايه تدي ايه لون حلو للرز. كده وصلت للون اللي انا عايزاه. ما بحطش بقى سكر ولا اي حاجه، بنحمره كده ويبقى حلو، واروح حاطه عليه شويه الميه عشان خاطر يدينا اللون بتاعه اهو. يطلع اللون بتاعه من البصل عشان يبقى الرز ايه لونه حلو اهو زي ما انتم شايفين كده اهو. بنحط بقى شويه كمون وشويه ملح واسيبهم بقى يغلوا عشان خاطر البصل يطلع اللون بتاعه الصياديه كده الحلو. بصوا الميه بقت لونها عامله ازاي، بقت لونها حلو خالص عشان خاطر ايه الرز. هنزود بقى الميه دي عشان تغلي عشان خاطر نحط الرز مره واحده. بصوا لونها عامل ازاي، ولا محتاجين بقى سكر ولا اي حاجه ان احنا ايه نكرمله عشان خاطر يدينا اللون الحلو ده. لون الميه وجمالها كده. هنحط بقى الرز على طول، ووقت الغدا بنبوكه بنسخنه عشان قلت ايه بالمره كده احط الحاجه واركنها عشان ايه طبعا اطفالنا حبايبنا لسه ما جوش. قلت اخلص الحاجه قبل ما يجوا ونبقى نقلي السمك برضو ايه ونخلصه. بصوا جمال الميه عامله ازاي. دي بقى الايه الميه او السمك اللي هو الرز الصياديه او زي ما انتم شايفين. طيب الخلطه ديت اهم حاجه طبعا الكمون والملح والثوم ده للسمك المقلي. وقبل كده قلت لكم ان الشطه ديت مش حراقه، الشطه ديت ايه بارده زي ما انتم شايفين كده اهوت. الخلطه ديت الحلوه الجميله ديت هنحشي بقى ايه بيها السمك زي ما انتم شايفين. طبعا السمك انا فتحاه من الجناب عشان هقلي الواحده بوحدتها كده عشان ما يبقاش ايه من هنا ني اهو كده اهوت زي ما انتم شايفين. ومن جوه برضو خليته ايه زي الشمع كده. هنحشيه برضو كده اهوت من جوه حلو عشان يشرب ملحه عبال ما نيجي ايه نقليه اهوت. ومن بره برضو لازم نحطه برضو كده اهوت، رغم ان انا كنت حطاه في ميه وملح وليمون. لا مش في ميه، ما بحطش طبعا السمك في ميه، مش لحمه اهو. واعصر عليه بقى ايه ليمون واحط ملح كده واركنه كده اهوت زي ما انتم شايفين كده. ومن جوه برضو بروح حشيه. معلش انا بعمل بايديا برضو كده اهوت. كلنا طبعا احنا في المطبخ كل شويه بنغسله في ايدينا اهوت. هيشرب بقى من التتبيله الحلوه دي لحد ما نيجي ايه نبدره كده ايه ونقليه.
كده حبايب الدمعه لما اتسبكت زودتها شويه ميه، حطيت بقيه الخلطه بتاعه السمك، رحت حطها عليها وزودتها شويه ميه. هنسيبها بقى كده اهوت هتغلي غلوه علشان خاطر لما نقلي السمك احطها فيه. حاطه فيها طبعا كل حاجه، حاطه فيها كمون وحاطه ملح وحاطه توم اهوت زي ما انتم شايفين. نشفت خالص سبتها بقى هسيبها زودتها شويه ميه عشان هقسمها 2، هخلي نص تحت السمكه ونص فوق السمك. ببدره بقى واروح حاطاه في الميه، مش بحطه في الدقيق كده اهوت على طول عشان خاطر الدقيق الزيت يعتبر هيتحرق لو هو نزل عليه الدقيق. فبعمله كده اهوت اهو زي ما انتم شايفين كده اهوت في الميه، وبروح حطاه على طول في الزيت. اهو زي ما انتم شايفين اهوت بروح عاملاها تاني كده اهوت اهو، بروح سايباها عشان خاطر الزيت يبقى نضيف ما يبقاش محروق عندي. شوف السمك في جماله، ولا زيت محروق بقى ولا اي حاجه. كده اهوت هنسويه. خلي بالكم انا حطيت نص الدمعه في الصينيه والنص التاني هحطه لما احضره كلته واحطه على الوش زي ما انتم شايفين كده اهو. اهي نص الدمعه احطها على الوش لما اجي اخلصه كله. كده بقى بنكرر برضو الحركه تاني ان احنا بنحطها في الميه عشان اللي ما شافش يشوف اهوت، عشان الزيت يبقى معانا نضيف وحلو. طريقه حلوه وجميله. انتي ما تسيبوش بقى واقفه والدقيق محروق عندك وعمل دخانه بقى في الشقه كده اهو زي ما انتم شايفين كده اهو، بيبقى جميل وزي العسل. دلوقتي اخد الصينيه السمكيه بعملها ازاي وجمالها، الزيت مش محروق معانا ولا اي حاجه اهو. السمكه اخد الزيت اهو. طبعا لسه ما قلتش التاني، قلت اعمل الصينيه عادي لو كانت بارده مش هتعمل حاجه، لكن السمك التاني لازم نقليه ساعه في الاكل بالظبط. لو السمك التاني الكبير عايزه اقول لكم اهوت. من هنا بقى سجلت لكم عشان خاطر الابرياء بتوعنا جم وصوتنا بقى كان عالي بقى كده في الشقه. وهنا بقول لكم بقى الصينيه الصياديه الحلوه الجميله بتاعتنا دي الاسكندراني. حطيت نص الدمعه من تحت ونصها من فوق، وزي ما انتم شايفين كده اهوت زي العسل وناشفه كده الدمعه بتاعتها، ما هيش ميه ولا حاجه. وسبتها كده زي ما هي، وقلت بقى تشرب يعني من التتبيله كده شويه. هنا ما دخلتهاش في الفرن بس غليتها سيكه كده حاجه بسيطه بس خالص، وسبتها بقى تبرد. قلت عبال ما يجي يعني عبال ما اقلي السمك التاني اهو كده زي ما انتم شايفين زي العسل. صينيه صياديه كده تحفه كده تحفه كده خالص، اسكندراني. هنا بقى زي ما انتم شايفين قليت بقى السمك التاني الكبير الحلو اللي انتم شايفينه دهوت في طاسه تانية. وزي ما انتم شايفين الزيت زي العسل والسمك زي العسل واخد لون جميل خالص، لان انا بحط كركم وبحط بابريكا بسيطه جدا في الدقيق. وزي ما انتم شايفين اهوت، وخدته على نار هاديه كده خالص عشان خاطر ما يبقاش ني مننا ولا حاجه، لان هو كان كبير. وبقول لكم الزيت اهوت ما اتحرقش ولا حاجه بالطريقه الحلوه الجميله ديت، اللي انت تبدريه مرتين وتحطيه في الميه وبعدين تحطيه في الطاسه. بصوا بقول لكم الطاسه اهيت، بصوا الزيت زي العسل كده خالص اهوت، ما هوش محروق ولا اي حاجه. ممكن هتستعمليه تصفيه وتستعمليه مره تانية، حرام لما احنا نرميه الحاجه كده اهو. بقى كانت دوشه بقى هنا كده خالص، وربنا يدي كل مشتاق يا رب. واحنا كلنا كده بقى كنا قاعدين فوق، والسمك والرز الجميل اهوت الحلو اهوت، وعملنا بقى سلطه بقى حراقه وسلطه بارده وسلطه ببصل، ودي سلطه بطماطم وخيار بس اهو زي ما انتم شايفين. وده السمك ابو دمعه والرز بتاعنا الحلو الجميل ده هو زي ما انتم شايفين. وكانت القعده جميله وزي الفل، وربنا ما يحرم يا رب العالمين من القعده الحلوه الجميله ديت. وزي ما انتم شايفين اهو ده كان غدانا كده النهارده مع حبايبي، وربنا يخليهم ليا يا رب وما يتحرمش منهم. هنا بقى بقول لكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بقول له يا دودو، بقول لهم كل سنه وانتم